فقرة أخرى أو في لقطة أخرى أيضا، وهذه جتني حقيقة على الجوال في تقريبا في العشر الأول، واحتفظت بها حتى بدأ البرنامج، وقدر الله عز وجل أن تأتي هذه الفقرة لتكون هذه اللقطة. ما أدري جاهز اللقطة نشوفها ولا الاتصال؟ طيب أخونا عبد العزيز الصقعدي، طيب شوفوا معي يا إخواني هذه اللقطة. يعني لو تشاهدوا هذا الرجل الستيني عبد العزيز هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك أخوي عبد العزيز. حياك الله يا فندم. أشكرك على هذه الرسالة الجميلة. الله يرضى عليك يا بارك الله فيك. وأنا حقيقة احتفظت بها حتى اليوم، ما زالت في جوالي، وأبغاك أنت تقول لنا وش اللي صار، تفاصيل هذه اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنور هذه الصورة أنا ما من هواجي قد أصور داخل الحرم المدني، لكن طبعا نلاحظ الصورة هذه بعد صلاة القيام. الأخ هذا أخ تركي اسمه ياسين، شدني فيه إني كنت أصلي ويصلي أمامي، وما التفت أبدا أن أمامي إنسان يصلي بقدم واحدة، والسبب عدم التفاتي أن صلاته يعني ثابتة. يعني تجد أن هذا الإنسان لا يعني يصلي مع الإمام، لا يتلكى، لا يميل، لا يراوح، قيامه يسابقني في القيام. فما استغربت الصلاة، اكتشفت بعد صلاة القيام أن الذي أمامي بقدم واحد. طبعا بقدم واحدة وبدون عكاز، وبعد الانتهاء من القيام الناس تعبت ترتاح وهو ما زال يواصل يتنفل حتى الفجر. اي نعم. هذا يعني طبعا انا تعرفت عليه حقيقة، يعني حتى بدأت اغلب الايام العشر احاول اصلي القرب منه. لان مثل هذا حقيقة يشعرك يعني تشعر بانك صغير امام هذا الانسان. واقتربت من هذا الرجل اللي فعلا اعتقد انتم طبعا كلنا حقيقة الشباب يمكن بعد القيام الواحد شوي يعني يحاول يرتاح، يشرب شاي قهوة حتى ينتظر الفجر، لكن انه رجل مبتور قدمه من الورك يعني تقريبا وبدون عكاز. تفاجأنا كلنا حقيقة لما شاهدت اللقطة، تفاجأت كيف اصلا استقام بهذه الطريقة اللي حقيقة. ورسالتك كانت اعتقد ايضا يا عبد العزيز اللي ارسلتها انها فعلا ليست اعاقة الابدان، هي اعاقة الروح. وهذا الرجل كانت روحه يعني ما شاء الله منطلقة ومتقدة بالايمان، ولذلك لم يكن معاقا حين وقف، ولم يحتاج ابدا لا الى عصا ولا الى ان يهتز. ايضا يا اخ انور حقيقة انا يعني قضية الاعاقة، لفظ الاعاقة في حق هذا الرجل يبدو لي انها يعني لفظها غير صحيح. لان كما قلت انت يعني الاعاقة اعاقة الروح، اعاقة العقل، هذا ليس بمعاق. حقيقة هذا ليس بمعاق. عبد العزيز اقتربت من الرجل تقول وجلست معه في ايام المسابقة، ايش اكتشفت؟ يعني حقيقة طبعا اكتشفت ان هذا الرجل العجيب انه طبعا يرفض الكلام عن حاله، كيف انك متعب او انك رجل بقدم واحدة او حتى يعني تقوم وتخدمه يغضبهم هذا الامر. يعني أبعدت عن هذا الجانب الإعاقة اللي فيه. نعم. فسألت عن حاله كيف، فاكتشفت أن هذا الرجل أدى العمرة وهو الآن معتكف في العشر الأواخر في الحرم. طبعا يعني حقيقة شدني أكثر ما شدني كثرة التنفل في هذا الرجل. وأنا شدني الآن أن الكل جالس مرتاح، يعني على الأقل يسترخي قليلا بانتظار الفجر وهو يتنفل بقدم واحدة. شكرا جزيلا عبد العزيز الصقعدي على هذه اللقطة، وهذه يعني الحقيقة صورة حية يعني تنبض بالإيمان وتتجاوز كل الحدود، وهي مشهد حقيقي. أتمنى كل أخ أو أخت لديهم مثل هذه اللقطات المتميزة أو اللقطة الأخرى أيضا المتميزة يشاركون مع بها، يرسلون على الشاهد @idalil.tv أو يتوجهون مباشرة إلى موقع الإلكتروني للشاهد أصدقاء الشاهد www.الشاهدفانس.com. يدخلون معنا، يتواصلون، يرسلون لنا هذه اللقطات، ويكونون بإذن الله تعالى على الوعد معنا في لقاءات في كل أربعاء لنشاركهم ونتفاعل معهم، فجودة الصورة ورساليتها تحقق
أكثر من عشرات ربما الخطب وحتى الحوارات